السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولكل المشاهدين. شكرا يا أخي. وتحية للأخ مراد شيكو اللي كان يتكلم منذ قليل على اعتبار أنه زميل سابق في الحماية المدنية. أي كويس. أنا التدخل تاعي سماحة الأخ عثمان فيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى نتكلم على قضية تعرضية أعوان الحماية المدنية. نعم. قضية الفساد اللي كشفوه الأعوان. والموضوع الثاني نتكلم في قضيه رشيد عوين، يعني كلام قليل فقط فيما يخص قضيه رشيد عوين. والنقطه الثالثه ساجاوب من يقولون ان التقارير لا تصل الى رئاسه الجمهوريه، يعني لما يكون اي اطار يكشف الفساد فيه من دخلوا اليوم وقالوا بلي التقارير ما توصلش الى رئاسه. انا ساعطي الدليل ان التقارير تصل الى رئيس الجمهوريه شخصيا. فيما يخص التعرضيات تاع اول الحمايه المدنيه، لازم المشاهد يعرف فقط باللي التعرضيه هذه سيرها نقابه اعوان الحمايه المدنيه اللي منبثقه من نقابه سيدي سعيد اتحاد العمال الجزائريين. وقضيه هذا الفساد هذا ماهوش جديد، ماهيش قضيه جديده. هذا الفساد كان منذ التسعينات وكان فيه لجيات، يعني المفتشيه العامه للماليه مشاو وعملوا تحقيق وعملوا تقرير يعني كبير في حوالي 20 صفحه، وانا كانت عندي نسخه تاع التقرير وظهروا كل التجاوزات الموجوده في هذه التعرضيه اللي كان يسيرها اللي كان مسؤول تاع النقابه هو المدعو سلوم زيدان، اسمه سلوم زيدان، هو المسؤول على كل هذه الاختلافات اللي وقعت في التعرضيه الحمايه المدنيه. وشيء اخر انا قريت في جريده جزائريه ان هذه الاعوان الثلاثه تم توقيفهم من طرف مديريه الموظفين والتكوين. هذا ما يعني انه تم توقيفهم من طرف الاداره ليس من طرف النقابه. وهذا واش ياكد لنا؟ ياكد انه يعني من المفروض الاداره هي خصم للنقابه، لان النقابه تدافع عن حقوق العمال والاداره تدافع عن حقوق الاداره. من المفروض لما اعوان يكشفوا اختلاف في التعرضيه اللي منبثقه بين النقابه، المفروض الاداره يعني تفرح، يعني خصمها راه عنده مشاكل، ولكن هذه الثلاث اعوان تم توقيفهم من طرف المديريه العامه، ما يعني ان هناك تواطؤ مفضوح بين الاداره والنقابه لاختلاف اعوان الحمايه، الاموال التي تقطع من رواتبهم شهريا باش يعرفوها الناس. هذه الاموال تاع التعرضيه ماهيش اموال تعطيها الدوله يعني التعرضيه، وانما اموال تقتطع من كل عون، يعني من الراتب الشهري تاعو يقتطعوا نسبه مئويه اللي يديروها في الاموال التعرضيه. طيب عمر، نروح للنقطه الثانيه رجاء. نعم. النقطه فيما يخص رشيد عوين الاخ عثمان، برأته المحكمة هذا شيء جميل، الحمد لله انها برأته، لكن انا نقول شيء، لاني انا مريت على وضعيه مشابهه تماما للقضيه تاع السي رشيد عوين. شوف، النظام الجزائري لا يهتم كثيرا بالمحكمه البدائيه، يعني بالتريبيونال. يعني النظام يتدخل لما تصل القضيه الى المجلس القضائي اللي على مستوى الولايه. انا شخصيا كانت لي قضيه مع المدير العام للحمايه المدنيه وبرأتني محكمة الحراش. محكمة الحراش حكمت عليا بالبراءة. جاءت المديرية العامة للحماية المدنية باش دير استئناف، هذا كلام مهم. وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش رفض باش يدير استئناف معهم، وحنا نعرفوا لما يكون الشاكي يحب يدير استئناف هو وكيل الجمهورية يرفض، يعني خلاص ما يكونش فيه استئناف. واش وقع؟ النائب العام تاع الجزائر العصبة اللي كان انذاك قدور بالرجاء، جا النائب العام هو اللي عمل الاستئناف، وهذه كانت سابقه اولى في العداله الجزائريه ومفارقه عجيبه. يعني النائب العام اللي ما عنده حتى معلومه عن القضيه، بما ان وكيل الجمهوريه للحراش رفض باش يدير الاستئناف، جا النائب العام ودار الاستئناف. واش يصرى مع السي رشيد عوين؟ رايحين يديروا المستحيل باش يعطيوها ادانه، ما نقولش ادانه ربما يعطيوها غرامه ماليه كبيره او شيء وكذا. انا لما مشات القضيه لمجلس العاصمه لما وقع الاستئناف عملوا لي اون اموند تاع 50,000، يعني تقريبا حاجه رمزيه، ولكن هما واش يهمهم؟ هما تهمهم الادانه. نجوز للنقطه الثالثه، الناس اللي يقولوا باللي رئاسه الجمهوريه ما على بالهاش. انا نقول لك في قضيتي، انا الفت كتاب ورسلته النسخه الاولى ارسلتها لرئيس الجمهوريه مع وصل الاستلام، رجع لي وصل الاستلام، يعني هذه الكتاب وصل لرئاسه الجمهوريه، بالاضافه الى عشرات الرسائل التي ارسلتها له مباشره مع وصل الاستلام، وعشرات الرسائل المفتوحه في الجرائد الجزائريه. واكثر من هذا، بعد
في 2003 بعد اسبوع زار بوتفليقه زار بومرداس، كلمته شخصيا وجها لوجه، كلمته وجها لوجه، قلت له بحفل واحد سيدي الرئيس، قلت له انصفني ان كنت صاحب حق، ما قلتلوش عاوني، انصفني ان كنت صاحب حق، ولكن لا حياه لمن تدادي. بوتفليقه مختلس، اختلس اموال الجزائر في الماضي وهو يحمي المختلسين. وانا انصح، يعني انا مانيش عارف ننصح الاداره الجزائريه، نقول لهم ما تتكلموش على الفساد، ما نقدرش نقولها لهم، نقول لهم تكلموا يعني يتعرضوا للشيء اللي تعرض ليه رشيد عوين، والشيء اللي تعرض ليه انا، والشيء اللي تعرض ليه السيد يوسف ملوك، والشيء اللي تعرض ليه السي صحابي اعتقد صحابي اللي كشف قضيه الدكاز، يعني ونحافظوا على الجرار. طيب شكرا يا عمر، شكرا لك اخي عمر. اذا حسب ما قال الاخ عمر، العداله متهمه في الجزائر طبعا، ليس اليوم، منذ مده وهي متهمه، وبالتالي الا ترون مشاهدينا الكرام ان القضاء الايطالي او السويسري او الفرنسي صار يقدم خدمه كبيره للشعب الجزائري. لماذا؟ لانه يكشف هذه الفضائح والتي ما كانت لتكتشف لولا فضائل العولمه في محاربه الفساد ككل في مختلف بلدان العالم. مثلما العداله الاوروبيه ايضا تهدد مسؤولين جزائريين مارسوا تجاوزات في حق الشعب الجزائري في ملف حقوق الإنسان، أقصد مرحلة التسعينات. أحد الكتاب وأنا أقرأ له عموده صباح اليوم تساءل قائلا: ألم تلاحظوا أن العدالة هناك، يعني ما وراء البحار، مكافحة الرشوة هناك، تهريب المال إلى هناك، الإقامة واللجوء إلى هناك، الأمن يصان هناك، فما بقي للمواطنين في الجزائر؟ لم يبقى. السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولكل مشاهدين. شكرا يا أخي. وتحيه للاخ مراد شيكو اللي كان يتكلم منذ قليل، على اعتبار انه زميل سابق في الحمايه المدنيه. اي كويس. انا التدخل تاعي سماحه الاخ عثمان فيه 3 نقاط. النقطه الاولى نتكلم على قضيه تعرضيه عوان الحمايه المدنيه. نعم. قضيه الفساد اللي كشفوه العوان. والموضوع الثاني نتكلم في قضيه رشيد عوين، يعني كلام قليل فقط فيما يخص قضيه رشيد عوين. والنقطة الثالثة سأجاوب من يقولون أن التقارير لا تصل إلى رئاسة الجمهورية، يعني لما يكون أي إطار يكشف الفساد فيه من دخلوا اليوم وقالوا بلي التقارير ما توصلش إلى رئاسة. أنا سأعطي الدليل أن التقارير تصل إلى رئيس الجمهورية شخصيا. فيما يخص التعرضيات تاع أول الحماية المدنية، لازم المشاهد يعرف فقط باللي التعرضية هذه سيرها نقابة أعوان الحماية المدنية اللي منبثقه من نقابه سيدي سعيد، اتحاد العمال الجزائريين. وقضيه هذا الفساد هذا ماهوش جديد، ماهيش قضيه جديده، هذا الفساد كان منذ التسعينات، وكان فيه لجيات يعني المفتشيه العامه للماليه مشاو وعملوا تحقيق وعملوا تقرير يعني كبير في حوالي 20 صفحه، وانا كانت عندي نسخه تاع التقرير وظهروا كل التجاوزات الموجوده في هذه التعرضيه اللي كان يسيرها اللي كان مسؤول تاع النقابه هو المدعو سلوم زيدان، اسمه سلوم زيدان، هو المسؤول على كل هذه الاختلافات اللي وقعت في التعرضيه الحمايه المدنيه. وشيء اخر انا قريت في جريده جزائريه ان هذه الاعوان الثلاثه تم توقيفهم من طرف مديريه الموظفين والتكوين، هذا ما يعني انه تم توقيفهم من طرف الاداره ليس من طرف النقابه. وهذا واش ياكد لنا؟ يتاكد انه يعني من المفروض الاداره هي خصم للنقابه، لان النقابه تدافع عن حقوق العمال والاداره تدافع عن حقوق الاداره. من المفروض لما اعوان يكشفوا اختلاف في التعرضيه اللي منبثقه من النقابه، المفروض الاداره يعني تفرح، يعني خصمها راه عنده مشاكل، ولكن هذا الثلاث اعوان تم توقيفهم من طرف المديريه العامه، ما يعني ان هناك تواطؤ مفضوح بين الاداره والنقابه لاختلاف اموال اعوان الحمايه، الاموال التي تقطع من رواتبهم شهريا باش يعرفوها الناس. هذه الاموال تاع التعرضيه ماهيش اموال تعطيها الدوله يعني التعرضيه، وانما اموال تقتطع من كل عون، يعني من الراتب الشهري تاعو يقتطعوا نسبه مئويه اللي يديروها في الاموال التعرضيه. طيب عمر نروح للنقطه الثانيه رجاء. نعم. النقطه فيما يخص رشيد عوين الاخ عثمان. برأته المحكمة على شيء جميل، الحمد لله انها برأته، لكن انا اقول شيء، لاني انا مريت على وضعيه مشابهه تماما للقضيه تاع السي رشيد عوين. شوف النظام الجزائري لا يهتم كثيرا بالمحكمه البدائيه يعني بالتريبيونال، يعني النظام يتدخل
لما تصل القضيه الى المجلس القضائيه على مستوى الولايه. انا شخصيا كانت لي قضيه مع المدير العام للحمايه المدنيه وبرأتني محكمه الحراش حكمت عليا بالبراءه. جات المديريه العامه للحمايه المدنيه باش دير استئناف. هذا كلام مهم. وكيل الجمهوريه لمحكمه الحراش رفض باش يدير استئناف معهم، وحنا نعرفوا لما يكون الشاكي يحب يدير استئناف هو وكيل الجمهوريه يرفض، يعني خلاص ما يكونش فيه استئناف. واش وقع؟ النائب العام تاع الجزائر العصبه اللي كان انذاك قدور بالرجاء، جا النائب العام هو اللي عمل الاستئناف، وهذه كانت سابقه اولى في العداله الجزائريه ومفارقه عجيبه. يعني النائب العام اللي ما عنده حتى معلومه عن القضيه، بما ان وكيل الجمهوريه للحراش رفض باش يدير الاستئناف، جا النائب العام ودار الاستئناف. واش يصرى مع السي رشيد عوين؟ رايحين يديروا المستحيل باش يعطيوها ادانه. ما كوش ادانه ربما يعطيوها غرامه ماليه كبيره او شيء وكذا. انا لما مشات القضيه لمجلس العاصمه لما وقع الاستئناف عملوا لي اون اموند تاع 50,000، يعني تقريبا حاجه رمزيه، ولكن هما واش يهمهم؟ هما تهمهم الادانه. نجوز للنقطه الثالثه، الناس اللي يقولوا بلي رئاسه الجمهوريه ما على بالهاش. انا نقول لك في قضيتي، انا الفت كتاب ورسلته النسخه الاولى ارسلتها لرئيس الجمهوريه مع وصل الاستلام، رجع لي وصل الاستلام، يعني هذه انه الكتاب وصل لرئاسه الجمهوريه، بالاضافه الى عشرات الرسائل التي ارسلتها له مباشره مع وصل الاستلام، وعشرات الرسائل المفتوحه في الجرائد الجزائريه. واكثر من هذا، بعد زلزال بومرداس في 2003 بعد اسبوع زار بوتفليقه زار بومرداس، كلمته شخصيا وجها لوجه، قلت له بالحرف الواحد: سيد الرئيس، قلت له انصفني ان كنت صاحب حق. ما قلتلوش عاوني، انصفني ان كنت صاحب حق، ولكن لا حياه لمن تزادي. بوتفليقه اختلس اموال الجزائر في الماضي وهو يحمي المختلسين. وانا انصح، يعني انا مانيش عارف ننصح الاثاره الجزائريه، نقول لهم ما تتكلموش على الفساد، ما نقدرش نقولها لهم، نقول لهم تكلموا راح يتعرضوا للشيء اللي تعرض ليه رشيد عوين، والشيء اللي تعرض ليه انا، والشيء اللي تعرض ليه السيد يوسف ملوك، والشيء اللي تعرض ليه السي صحابي عبد القادر صحابي اللي كشف قضيه الدكاز، يعني ونحافظوا على الجرار. طيب شكرا يا عمر، شكرا لك اخي عمر. اذا حسب ما قال الاخ عمر، العداله متهمه في الجزائر، طبعا ليس اليوم، منذ مده وهي متهمه، وبالتالي الا ترون مشاهدينا الكرام ان القضاء الايطالي او السويسري او الفرنسي صار يقدم خدمه كبيره للشعب الجزائري. لماذا؟ لانه يكشف هذه الفضائح والتي ما كانت لتكتشف لولا فضائل العولمه في محاربه الفساد ككل في مختلف بلدان العالم. مثلما العداله الاوروبيه ايضا تهدد مسؤولين جزائريين مارسوا تجاوزات في حق الشعب الجزائري في ملف حقوق الانسان، اقصد مرحله التسعينات. احد الكتاب وانا اقرا له عموده صباح اليوم تساءل قائلا: الم تلاحظوا ان العداله هناك، يعني ما وراء البحار، مكافحه الرشوه هناك، تهريب المال الى هناك، الاقامه واللجوء الى هناك، الامن يصان هناك، فما بقي للمواطنين في الجزائر؟ لم يبقى